أحمد السوري يتزوج مليونيرة ألمانية أكبر منه ب10 سنوات، والزواج يكشف سرا لم يتوقعه أحد. منذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها أحمد مع إليزابيث شعرت بشيء مختلف لم تعهده في محيطها الواسع والمليء بالعلاقات السطحية. كان حديثه صادقا ونبرته هادئة وطريقته في النظر تجعل أي شخص يشعر بالطمأنينة. لم يكن يقدم نفسه كبطل ولم يحاول أن يترك انطباعا مصطنعا، وهذا بالتحديد ما جذبها إليه بقوة. إليزابيث رغم ثرائها ونمط حياتها المليء بالفرص لم تجد من يراها كإنسانة قبل كل شيء، لكن مع أحمد تغير كل شيء. لم يسأل يوما عن مالها ولم يحاول الاستفادة من مكانتها، بل تعامل معها باحترام وصدق جعلها تتمسك به أكثر. كانت تشعر أنه يحبها لشخصها لا لما تملكه، وهذا ما لم تجده في عالمها المترف. أما الصدمة الحقيقية فكانت حين أعلنت زواجها من رجل سوري يصغرها ب10 سنوات. انهالت الأسئلة وكثرت الشكوك، وبدأ الناس يتساءلون: ما الذي جعل مليونيرة ألمانية تختار هذا الرجل؟